السلام عليكم، ازيكم كلكم. طبعا بمسي على كل حبايبي. طبعا انا طالع النهارده اتكلم، انا ما بحبش ارد على حد ولا اتكلم واخش في معطرات مع اي حد غير، بس لو ما يكون موضوع بقى يخصني، يخص حد من اهلي، من قرايبي، من اصحابي، من الناس اللي انا بحبهم وبعزهم، فلازم طبعا اتكلم يعني. من فترة كده طلعت طلع الأخ ولا الأخت، سماح أنور، طلعت تشتم في الشعب المصري كله. رغم إن هي مشكلتها مش مع الشعب المصري، يعني هو الشعب المصري هو كان فيه الفضل من أسباب من نجاحها يعني. هي طبعا مشكلتها مع صاحب العمارة، هي عايزة تحط مش عارف، والدها كان ساكن هنا، عايزة تحط يافطة. هو من حقه طبعا كصاحب ملك ان هو يوافق او يرفض يعني، مزاجه يعني. وطبعا هي طلعت، ما طلعتش شتمت في الراجل، شتمت في الشعب المصري كله، وريحه رجليكوا وحشه وريحه عرقكوا و... وانتوا ما بتستحموش. طب احنا مالنا؟ يعني انت مشكلتك مع الراجل، دخلت الشعب المصري ليه؟ انت لو عايزه تحطي يافطه، راجل مش راضي، روح اشتري منه البيت وحطي اليافطه، تعمليه متحف، اعمليه متحف لاعمال والدك واهلك كلهم، طبعا الاعمال اللي احنا مش عارفينها يعني. بس براحتك يعني بقى، ده البيت بقى ملكك، اشتريتيه حطي، انما الراجل من حقه يرفض او يوافق، دي بتاعته يعني، مش بتاعتنا. انما تطلعي بقى تشتمي في الشعب، تتطاولي على الشعب، وريحه رجليكوا 10 متر، ريحه شراباتكوا وريحه عرقكوا. طب احنا مالنا؟ ولا الشعب ماله؟ ده الشعب ده اللي هو اللي مش عاجبك، اللي ريحه عرق ولا ريحه رجليه، ده اللي بيبقى صاحب فضل من افضل عن كل الفنانين، واي حد بينجح في مصر بيبقى هو الناس دي، الناس الشقيانه التعبانه دي، اللي انت طلعت تشتميهم. فطبعا ده يعني الكلام ده بيخص طبعا، انا بدافع عن الناس، الشعب المصري العظيم، اهلي وحبايبي وقرايبي وكل الناس. بقول لها يعني عيب الكلام اللي انت بتقوليه ده، عيب انك تتطاولي على الشعب، تقولي عليه الفاظ مش مظبوطه، حتى لو هي زي كده، ده يعني ده من نوع من انواع الكفاح يعني. لو واحد عرقان ولا بيروح عرقان ولا بتاع، ده شغل، واحد بيشتغل شغلانه واثنين وثلاثه، بيروح لازم يكون عرقان، ويعني عايز ينام، عايز يعني ما. انما تطلعي تقولي بقى ريحه رجليك وريحه عرقك وريحه، متعصبه قوي، رغم ان الشعب هو ملوش، ما رفضش. هو الراجل اللي هو اللي رفض، صاحب الملك هو اللي رفض، وحقه، حقه يرفض يوافق، دي بتاعته هو. احنا مالنا؟ احنا كشعب مالنا ليه؟ اطلعي ليه يا ستي؟ روحي ابسط حاجه، روحي اشتري العماره منه واعمليها متحف. مش حدش هيقول لك حاجه، ولا حد هيقول لك انت بتعملي ايه ولا ما بتعمليش ايه، انما ان الراجل من حقه ان هو يرفض ويوافق، دي بتاعته. عايزه زعلانه منه، اطلعي اشتمي هو، انما طلعت تشتمي الشعب ليه؟ يعني الشعب عمل لك ايه اصلا يعني؟ ويعني يا ريت ربنا يهديكي، وربنا يهدي الجميع. طبعا انا ما بحبش ارد على حد طبعا، غير يعني لو حاجه طبعا تخصني، ودي حاجه تخصني، تخص الناس اللي انا بحبهم وبعزهم، عشان كده انا طلعت ارد واصحح يعني الكلام الغلط اللي قالته الاستاذه. والشعب المصري ده شعب عظيم، شعب جميل، ده شرف لأي حد إن هو بيبقى عرقان ولا بيروح تعبان، ده شغل، عمل شغل، رايح وسط أهله وسط عياله، جايب لهم عايز يأكلهم، عايز يشربهم، فده. إنما حضرتك يعني الأسلوب اللي طلع حضرتك تتكلمي بيه متعصبة أو متشنجة، ده ما ينفعش. وطبعا بشكركم وآسف للإطالة عليكم. شكرا.